السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي الجامدين، عاملين يا أبطال؟ يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي عافية. معاكم المهندس محمد خالد الباري، أهلا ومرحب بكم يا أبطال. لو أول مرة تشوفوني، وبإذن الله واحد أحد مش هتكون آخر مرة بإذن الله يا أبطال، مكملين مع بعض لنهاية المشوار. قلنا قبل كده ان احنا بننزل محتوى شرح ومحتوى الحل. محتوى الشرح بيكون موجود على المنصة بتاعتنا، منصة البقري. اما محتوى الحل بنقدمه بشكل مجاني على اليوتيوب. طبعا المحاضرة دي محاضرة حل. يلا بينا نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ سمي الله وصلي على رسول الله. وحاجة اخيرة كمان، انزل دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اكيد محتوى الحل لو كان عليه تفاعل كبير جدا، انا قلت لكم قبل كده لو المحتوى بتاع اولى ثانوي عليه تفاعل كويس، باذن الله يا ابطال بجهز ليكم مفاجآت هنزلها قريب جدا ان شاء الله. طبعا المفاجآت دي كلها تبقى مجانيه. الحاجه دي حاجه لو انا نزلتها على المنصه باخد عليها مقابل مادي، ولكن لو نزلتها على اليوتيوب اكيد هتبقى مجانيه. فعشان تشوف الحاجه دي انزل دوس لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس. اول سؤال معانا بيقول لك جذر المعادله س تربيع ناقص 5 س زائد 11. يا حبيب قلبي، قلنا عشان نجيب نوع الجذور اول حاجه لازم نعرف قيمه المميز. لو المميز قيمه موجبه يبقى الجذران حقيقيان مختلفان، ولو المميز قيمه تساوي صفر يبقى الجذران حقيقيان متساويان. اما لو المميز قيمه سالبه يعني اصغر من الصفر بيبقى الجذران مركبان وغير حقيقيان. اما لو جيت قلت لك الجذرين حقيقيان فقط اكبر من او يساوي صفر، اما لو جيت قلت لك مترافقان بيبقى اصغر من او يساوي صفر. وهنبدا نوضح الكلام ده. اول مساله معايا دلوقتي س تربيع ناقص 5 س زائد 11. بعد اذن حضرتك يا حبيب قلبي عايزين نبين نوع الجذور. اول حاجه لازم المعادله تكون متصفره، وبالفعل المعادله دي متصفره. اول حاجه بطلع الالف. هندسه الالف قيمتها بواحد معامل السين تربيع، الب قيمتها بسالب 5، الجيم قيمتها بكام؟ ب11. هبدا اجيب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 الف ج. هندسه الب قيمتها بسالب 5، لو ربعت السالب 5 يبقى الكلام ده ب25 ناقص 4 الف ج. الالف بواحد، الجيم ب11، 1 في 11 ب11. يبقى نقول له 25 ناقص 4 في 11 ب 44. 4 في 11 ب 44. 25 ناقص 44 طبعا الكلام ده هيطلع بيساوي سالب 19. وطبعا السالب 19 قيمه سالبه. ايه ده المميز طلع عدد سالب. عدد سالب يعني المميز اصغر من الصفر، وبدل المميز اصغر من الصفر يبقى الجذران مركبان وغير حقيقيين. طبعا ده بيمثل الاختيار الاول. تعالى بقى المساله بتاعتنا رقم 2. جذر المعادله س في س ناقص 2 بيساوي 5. طبعا قلنا يا حبيب قلبي عشان ابين نوع الجذور لازم اجيب المميز، وعشان اجيب المميز لازم يكون معايا الالف ويكون معايا الب ولازم يكون معايا الجيم. فطبعا عشان اطلع الالف والب والجيم لازم المعادله تكون مترتبه ومتصفره. المعادله اللي معايا دي مش متصفره. اول حاجه تعالى نصفرها، ان احنا ندخل الخمسه بعكس الاشاره، وتعالى نظبط المعادله دي. اول حاجه نضرب السين في السين تبقى س تربيع، اضرب السين في سالب 2 سالب 2 س، دخل الخمسه بعكس الاشاره تبقى سالب 5. المعادله يا باشا اتظبطت. بعد اذن حضرتك يا قلبي يا روح قلبي يا حبيب قلبي، هنا الالف بكام؟ برافو، الالف هنا قيمتها بواحد، الب قيمتها بسالب 2، الجيم قيمتها بسالب 5. هنا الالف هنا الب هنا الجيم. تعالى بقى نجيب قيمه المميز. ب تربيع ناقص 4 الف ج. الب قيمتها بسالب 2، ربع السالب 2 ب4 ناقص 4 افتح قوس. الالف بواحد، الجيم بسالب 5، 1 في سالب 5 بسالب 5. يبقى نقول له 4. عندي سالب 4 مضروبه في سالب 5، يبقى الاجابه بتاعتي بموجب 20. 4 زائد 20 طبعا الإجابة بتاعتي 24. 24 دي قيمة موجبة. بدل المميز طلع عدد موجب يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان بيمثل الاختيار رقم ج. تعالى المسألة بتاعتنا رقم 3 وحلاوة السؤال رقم 3 وجمدان السؤال رقم 3. قلنا في محاضرة الشرح يا أبطال لو أنا معايا س في المقام وعايز أتخلص من السين اللي في المقام هضرب المعادلة كلها في س. عيد تاني كده، هضرب المعادلة كلها في س. يعني هنقول له كده س زائد 9 على س يساوي 6. عشان اتخلص من السين اللي في المقام دي هضرب المعادلة كلها في س. هضرب هنا في س، هضرب هنا في س، هضرب هنا في س. يا حبيب قلبي س في س يديك س تربيع،
السين دي ترمي على السين دي يفضل موجب 9. طبعا 6 في س 6 س، دخلها بعكس الاشاره تبقى سالب 6 س. تمام تمام تمام. وطبعا هنا هيفضل الكام؟ هيفضل الصفر. بقى معايا المعادله التربيعيه، المعادله دي مترتبه ومتصفره، فبالتالي ابدا اطلع الالف واطلع الب واطلع الجيم. عيد تاني كده، هطلع الالف واطلع الب واطلع الجيم. يا حبيب قلبي الالف قيمته بكام؟ برافو، الالف قيمته بواحد. الب قيمتها 6. لا يا قلبي، فوق يا حبيب قلبي، باخد الب باشارتها. الب معامل السين، معامل السين بسالب 6، يبقى الب قيمتها بسالب 6. الجيم قيمتها بكام؟ برافو عليك، الجيم قيمتها ب9. معايا الالف، معايا الب، معايا الجيم. ابدا بقى اشتغل واجيب المميز. هقول له ب تربيع ناقص 4 الف ج. البي قيمتها بسالب 6، ربع السالب 6 يبقى موجب 36 ناقص 4، افتح قوس. اضرب الالف في الجيم. 1 في 9 ب9. ايه ده ايه ده؟ 36 ناقص 4 في 9 ب36، يعني الاجابه بتاعتي بصفر. ايه ده ايه ده؟ ده المميز طلع بصفر يا هندسه، وبدل المميز طلع بصفر. انطق، برافو عليك، شطور ممتاز امور. بدل المميز طلع قيمته تساوي صفر، يبقى الجذران حقيقيان متساويان. حقيقيان متساويان. يا حبيب قلبي لو حابب تنضم لمحتوى الشرح، ابعت لينا رسالة على الواتساب على الرقم ده. اول ما تبعت لينا رسالة، حد من التيم اللي موجود معانا هيرد عليك ويقول لك كل التفاصيل اللازمة عشان تشوف المحتوى الشرح على منصة البقري. السؤال رقم 4 بيقول ايه؟ جذر المعادلة 6 س تربيع بيساوي 19 س ناقص 15 يكونان. لسه قايل لك يا حبيب قلبي عشان ابين نوع الجذور اول حاجه بعملها بشتغل على المميز، وعشان اجيب المميز لازم يكون معايا الالف والب والجيم، وعشان يكون معايا الالف والب والجيم لازم المعادله تكون مترتبه، ولازم المعادله تكون متصفره. يلا يا حبيب قلبي تعالى نظبط المعادله دي، نرتبها ونصفرها. ودي 19 س بعكس الاشاره يبقى 6 س تربيع ناقص 19 س، السالب 15 تروح بعكس الاشاره يبقى موجب 15. يا حبيب قلبي الالف قيمتها ب6، ها الب قيمتها بسالب 19، ها الجيم قيمتها ب15. برافو عليك، معايا الالف معايا الب معايا الجيم. نعمل ايه؟ برافو، نجيب المميز. يلا نقول له المميز ب تربيع ناقص 4 الف جيم، الب قيمتها بسالب 19. ربع السالب 19 نقول له 19 في 19. الإجابة بتاعتنا بكام يا قلبي؟ الإجابة بتاعتنا 361 ناقص 4 ألف جيم. الألف قيمتها ب6، الجيم قيمتها ب15. اضرب 6 في 15 بكام يا باشمهندس؟ 90. طبعا كنت ممكن تستخدم الآلة حاسبة مرة واحدة. يعني إيه؟ بدل ما أفضل أقول له سالب 19 تربيع والكلام ده، هقول له سالب 19 تربيع ناقص 4 افتح قوس. الألف في الجيم، الألف ب6، الجيم بكام؟ الجيم ب15، يبقى 6 في 15. نطلع الكلام ده كله بالآلة حاسبة بقى، هيبقى سالب 19 تربيع يبقى 19 تربيع ناقص 4 في 6 في 15. الإجابة بتاعتنا هتطلع بواحد. ايه ده؟ ده المميز طلع بواحد. بص يا باشمهندس، الواحد ده ممكن نقول عليه عدد موجب، ممكن نقول عليه عدد مربع كامل. فلو المميز عدد موجب يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان، مفيش كلمة حقيقيان مختلفان. تمام؟ تمام. طب المميز الواحد ده عبارة عن عدد مربع كامل، والمعاملات اللي هو الألف والب والجيم ده عدد نسبي، وده عدد نسبي، وده عدد نسبي. بدل المعاملات اللي هما الألف والب والجيم أعداد نسبية، والمميز مربع كامل، بيبقى الجذران حقيقيان نسبيان أو نسبيان مختلفان، اللي هو الاختيار رقم ج. امتى يكون الجذران نسبيين مختلفين؟ لو كان المعاملات عبارة عن أعداد نسبية والمميز مربع كامل. تمام تمام تمام. واحد يقول لي مش فاهم. يا حبيب قلبي انت ما ينفعش تتفرج الا لما تكون اتفرجت على الشرح. احنا في محاضرة حل. عشان يكون الجذرين نسبيين مختلفين لازم يكون المميز مربع كامل والمعاملات تكون أعداد نسبية. ده عدد نسبي وده عدد نسبي وده عدد نسبي. تمام تمام. وده عبارة عن مربع كامل، يبقى أنا دلوقتي معايا المميز مربع كامل والمعاملات أعداد نسبية، يبقى الجذرين نسبيين مختلفين. تعال للسؤال رقم 5. عدد قيم س الحقيقية التي تحقق المعادلة دي.
طبعا يا حبيب قلبي ممكن تشغل دماغك وممكن تحلها بخطوات. اول طريقه ان انا اشغل دماغي ان انا اطلع قيم س. اطلع قيم س يعني هتحل المعادله دي، وعشان تحل المعادله دي هستخدم الاله حاسبه او القانون العام او احلل. انا عشان السؤال ده اختياري مش محتاج مني خطوات حل، هستخدم الاله حاسبه. اول حاجه بس المعادله دي محتاجه تتظبط. هنقول له كده المعادله عباره عن ايه؟ المعادله عباره عن 2 س تربيع ناقص 7 س دخل 5 بعكس الاشاره تبقى -5. يا حبيب قلبي دي كده المعادله التربيعيه. عايزين نطلع قيم س. اول حاجه دلوقتي نشغل آلة حاسبه بالشكل ده، اضغط على مود، بعد كده اجيب اللي هو المعادله التربيعيه اللي هي بالشكل ده، بعد كده هكتب معامل الس تربيع اللي هو 2، اضغط 2، بعد كده يساوي معامل الس، اوعى تقول 7، لا -7، اضغط -7 يساوي، بعد كده الحد المطلق -5، اضغط -5 يساوي. الإجابة بتاعتي أضغط يساوي قيمة إكس الأولى. قيمة إكس الأولى عبارة عن -6/10. تعال نجيب قيمة إكس التانية، هتبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن 4/1. بعد إذن حضرتك يا حبيب قلبي أنا كده جبت قيمة س الأولى وجبت قيمة س التانية، وهنا بقى بيقول لك قيمة س الحقيقية، عدد قيم س الحقيقية. طبعا -6/10 عبارة عن عدد حقيقي، وال4/1 عبارة عن عدد حقيقي. كم قيمة طلعت معايا؟ قيمتين، يبقى عدد قيم س الحقيقية هيبقى قيمتين. طب لو انت عايز تحل المسألة دي بطريقة درس النهاردة، هتجيب المميز، والمميز بتاعك هيطلع قيمة موجبة، وبدل المميز قيمة موجبة يبقى الجذران حقيقيان مثنى، حقيقيان مختلفان. بدل الجذران حقيقيان مختلفان يبقى في كام جذر؟ يبقى اكيد في جذرين، يبقى الإجابة بتاعتي بتمثل اختيار رقم ج. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا رقم 6. المميز للمعادلة س زائد 2 لكل تربيع زائد 5. بعد إذن حضرتك يا حبيب قلبي أقول لك كده على ملحوظة من خلالها تقدر تحل المسألة دي في أقل من ثانية. س تربيع ده عبارة عن عدد موجب، أي حاجة تربيع عبارة عن عدد موجب، فده كده س زائد 2 لكل تربيع عبارة عن عدد موجب، زائد ال5 ده عبارة عن عدد موجب. اللي أنا أعرفه لما تجمع عدد موجب زائد عدد موجب المفروض يديك عدد موجب، لا ده فوق هنا اداك 0. معنى ان انت تجمع عدد موجب زائد عدد موجب ويديك 0، اعرف ان المسألة دي ملهاش حلول. المعادلة التربيعية اللي معاك ملهاش حلول، بدل المعادلة ملهاش حلول، برافو عليك. هيبقى المميز بتاع عدد سالب، يعني مفيش جذور. التاني كده عشان انت بتقول كلام كبير، بقول كلام كبير. المفروض عدد موجب زائد عدد موجب يديني موجب، ده فوق اداني 0. طبعا الكلام ده غلط، يبقى المعادلة دي مستحيل تحلها. بدل المعادلة مش هينفع تحلها، يعني مش ليها جذور. بدل المعادلة ملهاش جذور يبقى المميز عدد سالب، وبدل المميز عدد سالب هو بيسألك على المميز يبقى عدد سالب. حليت المسألة دي في أقل من ثانية. تمام؟ طب تعالى بقى نحلها بخطوات. ازاي تحلها بخطوات؟ يلا يا باشا. على فكرة أي حاجة تربيع تنفع، أي حاجة تربيع. بص يا حبيب قلبي عشان ما تلخبطش، أي حاجة تربيع عبارة عن تنفع تكون قيمة موجبة أو تنفع تكون 0. لو احنا قلنا إن ده عبارة عن قيمة موجبة والخمسة عبارة عن قيمة موجبة، فقيمة موجبة زي قيمة موجبة يديك قيمة موجبة. طب لو احنا قلنا إن ده قيمته ب0، هيبقى 0 زائد قيمة موجبة، الإجابة بتاعتي تديني برضو قيمة موجبة، فمستحيل الإجابة تطلع ب0. بدل الإجابة مستحيل تطلع ب0، فبالتالي المعادلة دي ملهاش حلول. بدل المعادلة ملهاش حلول يبقى المميز عبارة عن عدد سالب، ودي الطريقة اللي أنا هحلها بمجرد النظر. طب لو أنت عايز تحلها بخطوات، فك يا معلم الكوس. تعال نفك الكوس، يلا. مربع السين تبقى س تربيع، برافو عليك. مربع السين س تربيع، الإشارة تنزل س في 2 2 س في 2 4 س، الأول في الثاني في 2. بعد كده مربع الاتنين ب4، كده احنا فكينا الكوس، زائد 5. ده كده عبارة عن ناتج فك الكوس. س تربيع زي ما هي، 4 س زي ما هي، موجب 4 وموجب 5 يبقى موجب 9. يلا يا حبيب قلبي، الألف بكام؟ برافو، الألف قيمتها ب1، الب قيمتها ب4، الجيم قيمتها ب9. يا سلام. تعال نجيب المميز، ب تربيع ناقص 4 ألف جيم، الب ب4 تربيع ب16 ناقص 4 ألف جيم، الألف ب1، الجيم ب9، 1 في 9 ب9، 16 ناقص 4 في 9 ب36، يبقى الإجابة بتاعتي ب-20. إيه ده؟ ده المميز طلع قيمة سالبة. ما أنا قلت لك من شوية
ان المميز لازم يطلع قيمة سالبة. طبعا بيمثل اختيار رقم ج. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا رقم 7. المعادلة التربيعية الآتية أ س تربيع زائد 2 أ ب زائد ب تربيع حيث أ ينتمي لح س. طبعا احنا عارفين ليه أ ينتمي لح س، لأن الألف ده يعتبر معامل الس تربيع، ولازم معامل الس تربيع ما يساويش صفر. تمام؟ تمام. كلمة ح س معناها كل الأعداد ما عدا صفر. إن أ يبقى بصفر لا، ده ممنوع. تمام؟ تمام. تعالى كمل معايا. بيقول لك بين نوع الجذور. اول حاجه عشان ابين نوع الجذور لازم اجيب المميز، وعشان اجيب المميز لازم يكون معايا يا قلبي الالف والب والجيم. ايه ده؟ تعالى نجيب الالف. الالف هنا عباره عن الف تربيع. الالف معامل السين تربيع، معامل س تربيع بالف تربيع. الب عباره عن معامل السين، معامل السين عباره عن 2 الف ب. الحد المطلق هو الحد الخالي من س. الحد الخالي من س هنا عباره عن ايه؟ عباره عن ب تربيع. تعال نجيب له بقى المميز. ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب يا حبيب قلبي قيمتها 2 أ ب، ما تنساش تربع، ناقص 4. الألف في الجيم يا حبيب قلبي الألف قيمتها بكام؟ الألف قيمتها بألف تربيع. الجيم قيمتها يا حبيب قلبي بب تربيع. طبعا لما تربع الاتنين الكلام ده ب4. ربع الألف يبقى ألف تربيع، ربع الب يبقى ب تربيع. ناقص 4 ألف تربيع اضربها في ب تربيع يبقى ألف تربيع ب تربيع. إيه ده؟ 4 ألف تربيع ب تربيع ناقص 4 ألف تربيع ب تربيع عدده معكوس الجمعي، يبقى الإجابة بتاعتي بصفر. إيه ده؟ ده المميز طلع بيساوي صفر. حبيب قلبي بدل المميز قيمته بصفر، برافو عليك. بدل قيمة المميز طلعت بصفر يبقى الجذران مالهم حقيقيان متساويان، يبقى لها جذران حقيقيان متساويان اللي هو الاختيار رقم ب. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا رقم 7. جذر المعادلة الآتية يكونان عددان مركبان وغير حقيقيان. بدل الجذرين مركبين وغير حقيقيين يبقى المميز بتاع عدد سالب، يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج عدد سالب يعني أصغر من الصفر. طيب ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر، أنهي اختيار؟ الاختيار الأول. الاختيار الأول يبقى دي الإجابة بتاعتنا. طبعا يا حبيب قلبي لو عملت كده حلك يبقى غلط. ده كده قانون المميز. طب هو هل انت عوضت عن المميز؟ لا انت ما عوضتش. يعني ما عوضتش؟ هل انت عوضت عن الالف والب والجيم؟ لا ما عوضتش. فتعالى نعوض. اول حاجه تعالى نجيب الالف. الالف معامل السين تربيع، معامل السين تربيع بجيم. تعالى نجيب الب اللي هي عباره عن معامل السين، معامل السين عباره عن الف. تعالى نجيب الحد المطلق اللي هو جيم، عباره عن ايه؟ عباره عن ب. ايوه هتعمل ايه؟ هشيل الب تربيع واحط مكانها الب تربيع، واحط مكانها احط قيمه الب. الب قيمتها الف، ربع الالف يبقى الف تربيع ناقص 4. الالف قيمته بكام؟ الالف قيمته بجيم. طب الجيم قيمتها بكام؟ قيمتها ب، اصغر من الصفر. الالف تربيع زي ما هي ناقص 4 في ج في ب يبقى 4 ب ج اصغر من الصفر، يبقى دي الاجابه بتاعتي. لو انت اخترت ده غلط 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 غلط. ليه بقى غلط؟ لان انت ما عوضتش عن قيمه الف، وما عوضتش عن قيمه ب، وما عوضتش عن قيمه ج. السؤال ده بيخدع طلبه كتير جدا. طلبه تقول لك ايه يبقى اصغر من الصفر؟ لا غلط. هو ايه اللي اصغر من الصفر؟ الب تربيع ناقص 4 الف ج. ايوه بقى عوض عن الالف، عوض عن الب، عوض عن الج، هتلاقي المساله اتحلت. تمام. خد بالك من المساله دي مهمه جدا جدا جدا. سؤال رقم كام؟ 9. اذا كان جذر المعادله حقيقيين مختلفين. ايه ده؟ ايه ده؟ حقيقيين مختلفين. بدل الجذرين حقيقيين مختلفين يبقى المميز اكبر من الصفر. برافو. بس قبل ما نشتغل على المميز لازم يكون معايا الالف، ويكون معايا الب، ويكون معايا الجيم. طب نعمل ايه يا باشمهندس؟ هقول له كده المعادله دي مفيش فيها س، يبقى دي اصلها ايه؟ اصلها الف س تربيع زائد صفر س زائد ب. التاني كده المعادله دي خاليه من س، يبقى اكيد معامل السين قيمته بكام؟ بصفر. اقدر اقول من هنا بقى ان الالف قيمته بالف، اقدر اقول ان الب قيمتها بصفر، اقدر اقول ان الجيم قيمتها بب. طبعا الالف معامل السين تربيع، معامل السين تربيع هنا الف. الب اللي هي عباره عن معامل السين، معامل السين هنا بصفر. تمام. جيم هي الحد المطلق يعني الحد الخالي من س، الحد الخالي من س هنا عباره عن ب. فانا دلوقتي معايا الالف ومعايا الب ومعايا الجيم. قال لي بقى هنا ان الجذرين حقيقيين مختلفين. بدل حقيقيين مختلفين يبقى الب تربيع ناقص 4 الف ج اكبر من الصفر،
يا حبيب قلبي تعال نعوض. البي قيمتها بصفر ناقص 4، الالف قيمتها بألف، الجيم قيمتها ب. يبقى انا دلوقتي عندي صفر ناقص 4 الف ب اكبر من الصفر. تمام. طبعا الصفر ملوش لازمه، فاضل معايا ان سالب 4 الف ب اكبر من الصفر. طبعا انا عايز اجيب الف ب لوحدها. طب ما هو الالف ب مضروبه في سالب 4. عشان اتخلص من السالب 4، برافو عليك شطور ممتاز امور، عشان اتخلص من السالب 4 هقسم على سالب 4، هقسم على سالب 4. وطبعا كلنا ناس ممتازه، كلنا ناس كنا بنتفرج على هندسه السنه اللي فاتت. قلت لكم يا ابطال لما تقسم على عدد سالب ومعاك متباينه، لما تقسم في المتباينه على عدد سالب علامه المتباينه بتتغير. يعني علامه اكبر بتبقى علامه اصغر، علامه اكبر تبقى اصغر، واصغر تبقى اكبر. يعني سالب 4 يطير مع سالب 4، صفر على اي حاجه بصفر يفضل الف ب، علامه اكبر دي تتحول لعلامه اصغر. عيد تاني كده، علامه اكبر تتحول لعلامه اصغر. يا حبيب قلبي الاسئله دي كلها هتبقى موجوده على جروب التليجرام. تمام. تعالى في المساله بتاعتنا رقم 10. مساله 10 سهله وجميله جدا، بتقول أ س تربيع زائد ب س زائد ج دي عبارة عن معادلة تربيعية. بيقول لك إن أنت لما تضرب الألف في الجيم أصغر من الصفر عايز جذري المعادلة يكونان. أول حاجة عشان نجيب جذري المعادلة فلازم نجيب المميز. المميز عشان نجيب المميز لازم أكون عارف الألف قيمتها بكام؟ الألف قيمتها بألف، الب قيمتها ب، الجيم قيمتها بج. تعالى كمل معايا يا حبيب قلبي. أول حاجة كده تعالى نقول له ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الب قيمتها ب يبقى ب تربيع ناقص الالف قيمتها بألف، الجيم قيمتها بج. هو دلوقتي يا باشمهندس مديني ان الف في ج اصغر من الصفر، يعني قيمه سالبه. التاني كده دي قيمه سالبه. بص يا حبيب قلبي، ب تربيع عباره عن قيمه موجبه. اي حاجه تربيع اما تكون قيمه موجبه او صفر. هفترض ان هي قيمه موجبه. ب تربيع حاجتين، يا اما تكون عباره عن عدد موجب يا اما تكون صفر. اي حاجه تربيع ممكن تبقى حاجتين، يا اما قيمه موجبه يا اما صفر. انا هفترض ان هي قيمه موجبه. تمام. بعد كده بص يا حبيب قلبي، دلوقتي الف ج ده عباره عن عدد سالب، فلما تضرب عدد سالب في عدد سالب يديني عدد موجب، صح ولا مش صح؟ ده عباره عن عدد سالب وده عدد سالب، لما تضرب عدد سالب في عدد سالب يديني عدد موجب. تمام. فعدد موجب زائد عدد موجب يبقى الإجابة بتاعتي عبارة عن عدد موجب. أنا افترضت إن ب تربيع قيمتها موجبة. طب ما واحد تاني ممكن يفترض إن الب تربيع قيمتها بصفر، وبرضه ده عبارة عن عدد سالب، فعدد سالب يديني عدد موجب. صفر زائد عدد موجب يبقى الإجابة بتاعتي عدد موجب. في جميع الحالات قيمة المميز طلعت قيمة موجبة، وبدل المميز طلع قيمة موجبة. برافو عليك شطور ممتاز أمور. يبقى الجذران حقيقيان مختلفان، اللي هو الاختيار رقم ب. مسألة جامدة جدا 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 يا حبيب قلبي. السؤال رقم 11، إذا كان أ س تربيع زائد ب س زائد ج يساوي صفر، وأنا معايا دلوقتي معادلة من الدرجة الثانية، فأي من المتباينات الآتية يحقق أن المعادلة لها جذران حقيقيان؟ إيه ده؟ جذران حقيقيان يبقى أكيد ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي صفر. عيد تاني كده، بدل قلت جذرين حقيقيين ولا قلت ما حددتش حقيقيان مختلفان ولا حقيقيان متساويان. بدل أنت ما حددتش نوع الجذرين مختلفان ولا متساويان، يبقى الإجابة بتاعتي أكبر من أو يساوي الصفر. يقول لك ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي صفر. هل ده بيمثل الاختيار الأول؟ لا، الاختيار الأول غلط، المفروض ناقص 4 ألف ج، هنا زائد. تعال ندخل على الاختيار الثاني. هنا ب تربيع ناقص 4 ألف ج أصغر من الصفر، لا ده أكبر من أو يساوي الصفر، فالاختيار ده غلط. تعال ندخل على الاختيار الأخير. ب تربيع ناقص 4 ألف ج أصغر من أو يساوي صفر، لا المفروض يكون أكبر من أو يساوي صفر. طبعا الاختيار الأول غلط، الثاني غلط، الرابع غلط. أكيد الاختيار الصح هو الاختيار رقم ج. بس واحد تاني يقول لي يا هندسة ده المفروض هنا 5 ألف ج، ده هنا 4 ألف ج. بص واحدة. أول حاجة تعال نودي ده بعكس الإشارة، فالب تربيع ناقص 4 ألف، فالب تربيع هتبقى أكبر من أو يساوي ال 4 ألف ج. السالب 4 ألف ج راحت بعكس الإشارة. دلوقتي يا حبيب قلبي لو أنا جيت قلت لك س أكبر من الاتنين، الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إن أنا لو عملت خط أعداد
ادي الاتنين على خط الاعداد، الاتنين اعملها مفتوحه عشان الاتنين ما عندهاش يساوي، فاكبر من الاتنين يعني هختار كل الارقام اللي اكبر من الاتنين. طب هو ايه اللي اكبر من الاتنين؟ التلاته، الاربعه، الخمسه. استنتج من الكلام ده ايه؟ استنتج ان السين اكبر من الاتنين واكبر من التلاته واكبر من الاربعه واكبر من الخمسه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول انا دلوقتي بقول لك السين اكبر من او يساوي 4 ا ج، فبعد اذن حضرتك يا حبيب قلبي لو انا حطيت 4 ا ج على خط الاعداد وبقول لك اكبر من 4 ا ج، الارقام اللي اكبر من 4 ا ج على يمين ال 4 ا ج. هو ايه اللي اكبر من ال 4 ا ج؟ ال5 ا ج، ال6 ا ج، ال7 ا ج. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان قيمه البي تربيع اكبر من ال 4 ا ج واكبر من ال5 ا ج واكبر من ال6 ا ج واكبر من ال7 ا ج. فالاختيار ده اختيار صحيح يا باشمهندس. الادق والاحسن كان المفروض يحط لك 4 ا ج، بس هو حط لك حته فنيه، حته جامده، حته توب للناس التوب. التاني كده الحته دي جامده قوي. تمام؟ فب تربيع ناقص ب تربيع اكبر من 4 ا ج هي ب تربيع اكبر من او يساوي 5 ا ج. يا رب تكون الفكره وصلت. تعالى بقى ندخل في المساله بتاعتنا اللي جايه، المساله بتاعتنا رقم 12. أ س تربيع زائد ب س زائد ج دي عبارة عن معادلة. الألف والب والجيم أعداد نسبية. إيه ده؟ بدل المعاملات أعداد نسبية، والمميز عبارة عن مربع كامل. يا حبيب قلبي ال25 ده عبارة عن عدد مربع كامل. المعاملات أعداد نسبية والمميز مربع كامل، يبقى الجذران من غير ما أتكلم. برافو عليك يا حبيب قلبي، يبقى الجذرين نسبيين مختلفين. بدل المعاملات أعداد نسبية والمميز مربع كامل، يبقى الجذرين نسبيين مختلفين. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا رقم 13. إذا كان جذر المعادلة حقيقيان متساويان يا قلبي. لو الجذرين حقيقيين متساويين يا حبيب قلبي، برافو عليك أنت. بدل الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز ب تربيع ناقص 4 ا ج قيمته هتبقى بصفر. يا حبيب قلبي الب معامل السين، معامل السين بسالب كاف، ربعها تبقى كاف تربيع ناقص 4 أ في الجيم. الألف هنا بواحد، الجيم ب25، 1 في 25 الإجابة بتاعتي ب25. يبقى كاف تربيع سالب 4 في 25 تبقى موجب كام؟ تبقى كام؟ سالب 100. ودي بعكس الإشارة، يبقى كاف تربيع تساوي 100. عشان أتخلص من التربيع هاخد الجذر التربيعي. الجذر التربيع يا حبيب قلبي لل100، يبقى الإجابة بتاعتي موجب أو سالب 10. يبقى الحمد لله دلوقتي طلعت قيمة كاف موجب أو سالب 10. تعالى بقى للسؤال 14 يا حبيب قلبي. إذا كان جذر المعادلة كاف س تربيع ناقص 2 كاف س زائد 3 حقيقيين متساويين. إيه ده؟ ده نفس المسألة اللي فاتت يا حبيب قلبي. لو الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز قيمته هتساوي صفر. بس المسألة دي فيها تريك جامد. بعد إذن حضرتك يا حبيب قلبي، أول حاجة كده تعالى نطلع الألف قيمتها بكاف، الب قيمتها بسالب 2 كاف، الجيم قيمتها بكام؟ ب3. تعالى نجيب المميز، هنقول المميز قيمته تساوي صفر لأن الجذرين حقيقيين متساويين. يبقى المفروض ب تربيع ناقص 4 أ ج يساوي صفر. ليه بقى يساوي صفر؟ لأن الجذرين حقيقيين متساويين. لو الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز قيمته تساوي صفر. طبعا الب قيمتها بسالب 2 كاف، يبقى تعالى نربع السالب 2 كاف ناقص 4 أ في الجيم. الألف بكاف، الجيم ب3، كاف في 3 يبقى 3 كاف. أنا ضربت الألف في الجيم، كاف في 3 3 كاف. طبعا ده كله يساوي صفر. ربع السالب 2 يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي 4. ربع الكاف تبقى كاف تربيع. سالب 4 في 3 يبقى بسالب 12 كاف. طبعا ده كله يساوي صفر. هنا 4 وهنا 12 اخد ال4 عامل مشترك. هنا كاف تربيع هنا كاف، اخد الكاف عامل مشترك. يا حبيب قلبي 4 كاف تربيع هقسمها على 4 كاف يبقى الإجابة بتاعتي بكاف. سالب 12 كاف على موجب 4 كاف، سالب 12 على 4 فيها السالب 3 والكاف تطير مع الكاف. طبعا ده كده يعتبر القوس الثاني وده كده يعتبر القوس الاول. عندي قوسين مضروبين في بعض يا قلبي، قوسين مضروبين في بعض وناتج الضرب بصفر. اما القوس الاول يساوي صفر اما القوس الثاني يساوي صفر. ودي بعكس الاشاره يبقى الكاف قيمتها ب3. هنا عشان اجيب قيمه الكاف هقسم على 4 فيبقى الكاف قيمتها بكام؟ بصفر. يا حبيب قلبي طلعنا الكاف قيمه بصفر وقيمه ب3،
يبقى قيمة كاف عبارة عن 0 و3. غلط 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 غلط. ايه يا هندسة؟ ما هو 0 و3. حبيب قلبي ركز، انت بتجيب قيمة كاف. كاف هنا يعتبر معامل السين تربيع. احنا قلنا شرط عشان المعادلة تكون معادلة تربيعية لازم معامل السين تربيع يكون ما يساويش 0. انت بتقول له ان الكاف تبقى ب0، طبعا قيمة الصفر هنا مرفوضة، يبقى قيمة كاف ب3 فقط. مسألة مهمة جدا توقع أي حد مش واخد باله. يبقى قيمة كاف يا حبيب قلبي يا روح قلبي يا باشمهندس يا باشمهندسة تساوي 3. تعال المسألة بتاعتنا اللي جاية، بيقول لك إذا كان المميز قيمته تساوي 0. يا حبيب قلبي طبعا تعال نجيب المميز ونساويه ب0. عشان أجيب المميز لازم يكون معايا الألف ويكون معايا الب ويكون معايا الجيم. يا قلبي الألف ب2، الب ب5، الجيم ب4 كاف. نقول له بقى ب تربيع ناقص 4 الف ج ده عباره عن المميز هساويه بصفر. الب قيمتها ب5، 5 تربيع ب25 ناقص 4 الف في ج. الالف ب2، الجيم ب4 كاف، 2 في 4 كاف انطق برافو 8 كاف. يبقى 25 ناقص 4 في 8 ب 32 كاف. طبعا ده كله يساوي صفر. ودي السالب 32 بعكس الاشاره يبقى 25 تساوي 32 كاف. الكاف مضروبه يا حبيب قلبي في 32. المفروض بقى اعمل ايه؟ اقسم على ال 32 دي تطير مع دي، يبقى قيمه كاف عباره عن 25 على 32. 25 على 32 يمثل الاختيار رقم د. مساله جامده جدا جدا جدا. تعال للسؤال رقم 16. اذا كان جذر المعادله حقيقيين يا قلبي يا قلبي فوق، ما قلتش ليك ولا حقيقيين متساويين ولا مختلفين، انا بقول لك الجذرين حقيقيين. تعمل ايه بقى؟ برافو عليك، بدل الجذرين حقيقيين ممتاز برافو، يبقى ب تربيع ناقص 4 الف ج اكبر من او يساوي صفر. لو انا قلت حقيقيين مختلفين يبقى اكبر من الصفر، حقيقيين متساويين يساوي صفر. انا ولا قلت مختلفين ولا قلت متساويين، قلت حقيقيين بس. بدل قلت حقيقيين بس يبقى اكبر من او يساوي الصفر. تعالى بقى عوض يا حبيب قلبي. الالف هنا قيمته ب1، الب قيمتها بسالب 4، اوعى تقول 4، الب قيمتها بسالب 4. الجيم قيمتها بايه؟ بكاف. عوض عن الب بسالب 4، ربع السالب 4 يبقى الاجابه بتاعتي ب16 ناقص 4 الف في الجيم يا حبيب قلبي. الالف ب1 الجيم بكاف، 1 في كاف يبقى الاجابه بتاعتي بكاف. 16 ناقص 4 في كاف يبقى 4 كاف اكبر من او يساوي الصفر. ودي ال 16 بعكس الاشاره يفضل 4 كاف اكبر من او يساوي الصفر. لا غلط حبيب قلبي، ده هيروح بعكس الاشاره، يفضل 4 كاف، لا يفضل سالب 4 كاف. اوعى تنسى السالب، موجب 16 تروح سالب 16. الكاف مضروبه يا حبيب قلبي بسالب 4. اعمل ايه بقى؟ اقسم على سالب 4، اقسم على سالب 4. ده يطير مع ده يفضل كاف. سالب 16 على سالب 4 يبقى الاجابه بتاعتي بموجب 4. وعلامه اكبر من او يساوي تبقى علامه اصغر من او يساوي. ليه بقى يا حبيب قلبي؟ قلت لك من شويه لما تقسم على عدد سالب علامه التباين بتتغير، علامه اكبر بتبقى اصغر وعلامه اصغر بتبقى اكبر. يا ابني مش هفضل عايش معاك كتير، لازم تتعلم مني بقى. لما تقسم على عدد سالب علامه التباين بتتغير. فوق يا قلبي، فوق يا حبيب قلبي. انا بص، انت غلطت المره دي والمره اللي فاتت غلطت والمره اللي جايه هتغلط برضو، والعبد لله يصحح لك. انا موجود معاك عشان اخلي الرياضه زي ما بيقولوا كده اسهل من شرب الميه. مش كلام، لا كلام وافعال. يلا يا قلبي تعالى نكمل. احنا قلنا دلوقتي الكاف اصغر من او يساوي 4. لما اقول لك كاف اصغر من او يساوي عدد، بدل معاك علامة أصغر يبقى تقول له من سالب ما لا نهاية. هتقول له كده من سالب ما لا نهاية وبعد كده تكتب العدد. السالب ما لا نهاية طول عمرها مفتوحة. لما أقول لك كاف أصغر من عدد وعايز تعبر عنها على شكل فترة يبقى أقول له من سالب ما لا نهاية لحد العدد. العدد بقى يا حبيب قلبي لو كان هنا فيه ساوي يبقى العدد مغلق، لو ما كانش فيه ساوي يبقى العدد مفتوح. انا بقول لك الكاف اصغر من او يساوي 4. كاف اصغر من عدد يبقى ناخد العدد، يبقى نقول من اول سالب ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه ل4. سالب ما لا نهايه طول عمرها مفتوحه، وال4 عشان عندها يساوي تبقى مغلقه. يبقى اقول له كاف تنتمي
من سالب 4 من سالب ما لا نهايه لحد الاربعه. الاربعه مغلقه والسالب ما لا نهايه مفتوحه، طبعا ده بيمثل اختيار رقم د. تعالى بقى في المساله بتاعتنا اللي جايه، مساله رقم 17 بتقول يا حبيب قلبي إذا كان جذر المعادلة حقيقيين مختلفين فإن كاف لا يمكن أن يساوي. إيه ده؟ حقيقيين مختلفين؟ يعني إيه حقيقيين مختلفين؟ بدل الجذرين حقيقيين مختلفين، برافو عليك. حقيقيين مختلفين يبقى ب تربيع اللي هو المميز أكبر من الصفر. هندسة الألف قيمته بواحد، الب قيمتها بتلاتة، الجيم قيمتها بكاف. يلا يا قلبي تعالى نعوض. الب بتلاتة، ربع التلاتة 9 ناقص 4 الألف في الجيم. الألف بواحد، الجيم بكاف، واحد في كاف بكاف، يبقى 9 ناقص 4 في كاف 4 كاف. 9 ناقص 4 كاف أكبر من الصفر. ودي 9 بعكس الإشارة، يفضل 4 كاف، لأ سالب 4 كاف أكبر من سالب 9. الكاف مضروبة في سالب 4 يا قلبي، اقسم على السالب 4، اقسم على السالب 4، يبقى كاف أصغر. برافو عليك، اتعلمت المرة دي حبيب قلبي، حبيب قلبي وربنا، أخيرا اتعلمت من الغلط بتاعك. السالب ده يطير مع السالب ده، يفضل 9 على 4. كاف أصغر من 9 على 4. I will use my calculator. استخدم الآلة الحاسبة بتاعتك، قول له كده 9 على 4. الإجابة طلعت كام يا قلبي؟ طلعت كاف أصغر من 2 وربع. هختار كل الأرقام اللي أصغر من 2 وربع. يعني قيمة كاف أصغر من 2 وربع، يعني أي قيمة أصغر من 2 وربع تنفع. الواحد أصغر من 2 وربع، الاتنين أصغر من 2 وربع، السالب واحد أصغر من 2 وربع. فقيمة كاف تنفع بسالب واحد، تنفع باتنين، تنفع بواحد، بس ما تنفعش بتلاتة. هل التلاتة أصغر من 2 وربع؟ لا يا قلبي، التلاتة أكبر من 2 وربع. فكده بيقول لك كل القيم تنفع ما عدا، أكيد ما عدا التلاتة. تعال للسؤال رقم 18 حبيب قلبي قلبي قلبي. إذا كان جذر المعادلة ك س تربيع ناقص 8 س زائد 16 يساوي صفر، مركبين وغير حقيقيين. إيه ده؟ مركبين وغير حقيقيين؟ بدل مركبين وغير حقيقيين يبقى ب تربيع شطور ناقص 4 ألف ج أصغر من الصفر. حبيب قلبي الألف هنا قيمتها بكاف، الب قيمتها بسالب 8، الجيم قيمتها ب16. عوض يا قلبي، ربع السالب 8 يديك 64 ناقص 4 ألف في الجيم. الكاف في 16 يديك 16 كاف أصغر من الصفر، يبقى 64 ناقص 4 في 16 بسالب 64 كاف أصغر من الصفر. ودي بعكس الإشارة، يبقى يفضل ده ويروح بعكس الإشارة، يفضل سالب 64. لو ما خدتش بالك من الإشارة حلك كله غلط. ودي ال 64 بعكس الإشارة، فسالب 64 كاف أصغر. ال 64 دي بالموجب تروح بالسالب. طبعا الكاف دي مضروبة في سالب 64 يا حبيب قلبي. أعمل إيه بقى؟ برافو، أقسم على سالب 64، أقسم على سالب 64. ده يطير مع ده يفضل كاف، ده يطير مع ده يفضل واحد. وأنا قسمت على عدد سالب، شطور ممتاز أمور. علامة أصغر تبقى علامة أكبر. كاف أكبر من عدد. لما أقول لك كاف أكبر من واحد يعني كاف أكبر من عدد. بدل قلت لك كاف أكبر من عدد هتقول لي العدد وبعدين ما لا نهايه. خلاصة الكلام، بدل في اكبر في ما لا نهايه، والما لا نهايه دايما بتنكتب في نهايه الفتره. العدد اللي معايا ده لو كان فيه يساوي يبقى العدد مغلق، لو ما كانش فيه يساوي يبقى العدد مفتوح. هنا ما فيش يساوي، فيبقى الوقت العدد هنا قيمته بواحد ما لا نهايه. ما فيش يساوي فالواحد مفتوح والما لا نهايه مفتوحه. التاني كده، فالكاف هتنتمي لفتره مفتوحه من واحد لما لا نهايه. واحد لما لا نهايه طبعا هو مش عايز فتره اصلا، هو لو عايزها على شكل فتره يبقى دي الاجابه، بس احنا ما طلعناها، الاجابه بتاعتنا ما طلعتش على شكل فتره، هو عايز قيمه كاف. ايه علاقه الكاف بالواحد؟ الكاف اكبر من الواحد يعني الاختيار رقم د. الاجابه بتاعتنا بتمثل اختيار رقم د. تعالى بقى في المساله بتاعتنا رقم 19. اذا كان المعادله الاتيه 75 س تربيع زائد 7 ك س زائد س 7 ك س زائد 3 يساوي صفر، إذا كان كاف أكبر منها ويساوي 5. عايز أبين نوع جذور المعادلة. بقول لك إن كاف أكبر منها ويساوي 5، يعني اختار أي قيمة أكبر من 5 أو 5. أنا أختار إن قيمة كاف مثلا ب5. تمام؟ تعالى نعوض عن الكاف ب5. يبقى المعادلة بتاعتي 75 س تربيع
الكاف ب5، 5 في 7 ب35، س زائد 3. انا كده افترضت ان الكاف ب5. تعالى بقى يا حبيب قلبي نطلع الالف، يبقى الالف قيمتها 75. تعالى نطلع الب، يبقى الب قيمتها ب35. تعالى نطلع الجيم، يبقى الجيم قيمتها ب3. تعالى نجيب بقى المميز عشان ابين نوع الجذور. هنقول له ب تربيع ناقص 4 الف ج. هندسه الب قيمتها بكام؟ 35. 35 تربيع ناقص 4 افتح قوس. الالف في الجيم، الالف ب75، الجيم ب3. يا حبيب قلبي يستخدم الآلة الحاسبة بتاعتنا، نقول له كده افتح قوس 35 تربيع ناقص 4 في 75 في 3. الإجابة بتاعتنا طلعت ب 325. يعني طلع عبارة عن عدد موجب. بدل المميز قيمة موجبة يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان بيمثل اختيار رقم د. مسألة جامدة جدا 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 جدا. المسألة بتاعتنا رقم 20 يا حبيب قلبي. إذا كان التمثيل البياني للدالة التربيعية لا يقطع محور السينات، ما تكملش. بدل لا يقطع محور السينات يبقى ده معناه إيه؟ معنى الكلام ده إن المميز عبارة عن عدد سالب. المميز عدد سالب، يعني الجذور عبارة عن مركبان وغير حقيقيان. فأنا عشان أجيب الإجابة الصحيحة هجيب المميز هنا وأجيب المميز هنا وأجيب المميز هنا وأجيب المميز هنا، وأشوف أنهي واحد فيهم هيديني قيمة سالبة. أو في طريقة تانية، أجيب جذور المعادلة الأولى وأجيب جذور المعادلة التانية وأجيب جذور المعادلة التالتة وأجيب جذور المعادلة التالتة، وأشوف أنهي معادلة اللي ادتني جذور، يعني جذرين مركبين وغير حقيقيين. عندي طريقتين، يا إما تجيب المميز يا إما تجيب الجذور نفسهم. طبعا الأفضل والأسرع ليا اللي أنا أجيب الجذور، وطبعا إحنا قلنا إزاي تجيب الجذور بالآلة حاسبة. لو حضرتك جينا نجيب الجذور، المعادلة الأولى دي لو جينا نجيب جذورها هنقول له كده نكتبها على الآلة الحاسبة بسرعة. هنكتب 2 بعد كده يساوي 3 يساوي بعد كده -5 يساوي. المعادلة دي جذريها الجذر الأول ب1، الجذر الثاني ب-5 على 2. تعال نجيب المعادلة الثالثة جذورها، نصفر المعادلة دي كده بسرعة، نصفرها. هيبقى 4 بعد كده -20. أنا كنت بصفر الآلة الحاسبة بكتبها تاني من الأول. خلاص هكتب معامل س تربيع 4، معامل س -20، الحد المطلق 25. هيديني قيمة س الأولى ب5 على 2، قيمة س الثانية ب4. إيه ده؟ قيمة س الأولى ب5 على 2 وقيمة س الثانية برضه 5 على 2. تعال نشوف جذور المعادلة تعال نشوف جذور المعادلة دي. أول حاجة معامل س تربيع بكام؟ ب-1. أضغط -1 يساوي، بعد كده 5 يساوي، بعد كده 1 يساوي. الجذر الأول يا حبيب قلبي هنا طلع عبارة عن كام؟ عبارة عن -5 زائد جذر 21 على 2. الجذر الثاني طلع -5 ناقص جذر 21 على 2. تعال نجيب جذور المعادلة الأخيرة بتاعتنا بقى. نقول له 3 يساوي -1 يساوي موجب 2 يساوي. هيطلع الجذر الأول عبارة عن 1 على 6 زائد جذر 23 على 6 ت، والجذر الثاني عبارة عن 1 على 6 ناقص جذر 23 على 6 ت. يا حبيب قلبي العدد ده عبارة عن عدد حقيقي وده عدد حقيقي، فالجذرين هنا حقيقيان مختلفان، فلو جيت تجيب المميز هيبقى قيمة موجبة. عدد حقيقي عدد حقيقي، بس العدد الأول زي العدد الثاني، فهنا الجذران حقيقيان متساويان. هنا المميز هيبقى قيمته تساوي 0، لأن الجذر الأول هو الجذر الثاني والجذرين حقيقيين، يعني جذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز قيمة سالبة. وهنا الجذرين حقيقيين مختلفين فيبقى المميز هنا ب تربيع ناقص 4 أ ج قيمة موجبة. طيب برضو هنا الجذرين حقيقيين مختلفين هيبقى باشمهندس برضو نفس الفكرة دي، حقيقيين مختلفين، العدد ده مختلف عن العدد ده والأعداد دي عبارة عن أعداد حقيقية، فيبقى هنا المميز ب تربيع ناقص 4 أ ج أكبر من أو يساوي 0. إنما هنا ده عدد مركب وده عدد مركب، أعداد مركبة وغير حقيقية، يبقى المميز بتاعي ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر، يعني قيمة سالبة. طبعا لو احنا جينا قلنا هنا نتخيل رسم المعادلة التربيعية، بدل المميز عدد موجب يبقى المنحنى بيقطع محور السينات في نقطتين، وبدل المميز قيمة تساوي 0 يبقى المنحنى بيمس محور السينات، وبدل المميز قيمة موجبة بيقطع محور السينات. أما لو المميز قيمة سالبة يبقى المنحنى لا يقطع محور السينات. أنا اتكلمت في المسألة دي بتفاصيل كتيرة قوي. أهم حاجة عند حضرتك
لا يقطع محور السينات يعني الجذرين مركبين وغير حقيقيين. انا جبت الجذرين هنا لقيتهم مركبين وغير حقيقيين. انا اختيار من الاختيارات اللي موجوده معايا يديني جذرين مركبين وغير حقيقيين؟ الاختيار رقم د. المساله بتاعتنا اللي جايه سؤال 21 بيقول لك اذا كان المميز عدد سالب، بدل عدد سالب يبقى المنحنى ولا بيقطع ولا بيمس. هنا المنحنى بتاعي ده بيمس محور السينات، بدل بيمس محور السينات يعني بيلمس محور السينات في نقطه، بيمس محور السينات يبقى المميز ب تربيع ناقص 4 ا ج قيمته تبقى بصفر. هنا برضو المنحنى ده بيمس محور السينات، المميز هتبقى قيمته تساوي صفر. هنا المنحنى ده بيقطع محور السينات في نقطتين، يبقى قيمته عبارة عن ايه؟ قيمة موجبة اللي هي اكبر من الصفر. طب المنحنى ده ولا بيمس ولا بيقطع، يبقى المنحنى ده ماله؟ يبقى ده منحنى دالة تربيعية، وجذور المعادلة التربيعية دي عبارة عن مركبين وغير حقيقيين، فيبقى بالتالي المميز بتاعي عبارة عن عدد سالب. بدل المميز عدد سالب يبقى المنحنى ولا بيمس ولا بيقطع، والمنحنى ده ولا بيمس السينات ولا بيقطع السينات. تعال نكمل مع بعض. يبقى الإجابة بتاعتي بتمثل اختيار رقم د. هندخل بقى دلوقتي على السؤال 22. كل من الأشكال الآتية تمثل منحنى الدالة التربيعية أ س تربيع زائد ب س زائد ج. أي من الأشكال يكون المميز بتاعي يساوي صفر؟ يا حبيب قلبي يا روح قلبي، بدل المميز قيمته تساوي صفر يبقى المنحنى بتاع الدالة التربيعية بيمس محور السينات. عيد تاني كده، يبقى المنحنى هيمس محور السينات. هل المنحنى ده بيمس محور السينات؟ لا، ده مش بيمس محور السينات. هل ده بيمس السينات؟ لا، ده كده بيقطع محور السينات في نقطتين. هل ده بيمس السينات؟ لا، ده كده بيقطع محور السينات في نقطتين. فده كده منحنى بيمس محور السينات اللي هو الاختيار رقم د. لو انا جيت سألتك هنا عن المميز هتقول لي المنحنى ده ولا بيمس ولا بيقطع، يبقى المميز قيمة سالبة. طب هنا المنحنى بيقطع في نقطتين يبقى المميز قيمة موجبة. المنحنى بيقطع في نقطتين يبقى المميز قيمة موجبة. إنما هنا المنحنى بيمس محور السينات فيبقى المميز قيمته تساوي صفر. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا اللي جاية. سؤال رقم 23 بيقول لك إيه؟ إذا كان منحنى الدالة التربيعية الآتية بيمس محور السينات فإن مين؟ يا حبيب قلبي بدل المنحنى بيمس محور السينات لسه قايلها لك، بدل المنحنى بيمس السينات يبقى المميز ب تربيع ناقص 4 ا ج قيمته هتبقى صفر. طيب يا حبيب قلبي يا روح قلبي، هنا الالف قيمته بكام؟ الالف قيمته بواحد، الب قيمتها اوعى تقول م ناقص 2، لا الب قيمتها عباره عن ايه؟ عباره عن سالب 2 في م ناقص 2. الجيم قيمتها بقى، الجيم قيمتها اوعى تقول م تربيع، لا الجيم قيمتها م تربيع ناقص 8. لاحظ ان هنا الب فيها تريك والجيم فيها تريك، فيها خدعه. كده انت حددت مين الالف ومين الب ومين الجيم. هنا الالف بواحد، الب بالرقم ده، الجيم بالرقم ده. تعال نعوض بقى يا حبيب قلبي. الب قيمتها عباره عن ايه؟ عباره عن سالب 2 في م ناقص 2 الكل تربيع ناقص 4 الف في الجيم. الالف بواحد، واحد في م تربيع ناقص 8 يبقى الاجابه بتاعتي بم تربيع ناقص 8. عيد تاني اللي حصل كده، عيد تاني اللي حصل. حددت مين الالف مين الب مين الجيم، بدات اعوض. الب شلتها وحطيت قيمتها، الالف شلتها وحطيت قيمتها. الالف بواحد، واحد في جيم هي جيم، يبقى الاجابه بتاعتي م تربيع ناقص 8. تعالى بقى نفك يا حبيب قلبي. اول حاجه ربع السالب 2 يبقى الاجابه بتاعتي ب4. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس تعالى نفك القوس ده. طبعا م ناقص 2 الكل تربيع، عشان افك القوس مربع الميم تبقى م تربيع. الاشاره تنزل اول في الثاني في 2، م في 2 ب 2 م في 2 يبقى 4 م. ربع السالب 2 يبقى الكلام ده ب4 ناقص 4 اضرب السالب 4 في م تربيع يبقى سالب 4 م تربيع. اضرب السالب 4 في سالب 8 يبقى الاجابه بتاعتي بموجب 32. كمل معايا يا حبيب قلبي. 4 في م تربيع يبقى 4 م تربيع، بضرب الاربعه في القوس. 4 في سالب 4 م يبقى سالب 16 م. تعالى نكمل. 4 في 4 الكلام ده بيساوي 16. ضربت الاربعه في القوس بالكامل، ضربت الاربعه هنا وهنا وهنا. تعالى كمل. سالب 4 م تربيع تنزل زي ما هي، موجب 32 تنزل زي ما هي. انا شايف ال 4 م تربيع بالموجب وسالب 4 م تربيع بالسالب. فاضل معايا بقى هنا سالب 16 م، سالب 16 م عندي موجب 16 وموجب 32 يبقى الاجابه بتاعتي بموجب 48. ودي ال 48 بعكس الاشاره يبقى سالب 16 م بيساوي سالب 48.
هقسم على سالب 16 هقسم على سالب 16. طبعا السالب يطير مع السالب يبقى قيمة الميم يا حبيب قلبي تساوي 3. مسألة جامدة جدا 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 جدا. يبقى الإجابة بتاعتنا تمثل اختيار رقم ب. تعالى بقى في المسألة بتاعتنا رقم 24. إذا كان منحنى الدالة التربيعية الشكل الآتي. طبعا لو جيت أبص على المنحنى هلاقي المنحنى بيمس محور السينات. أدي المنحنى بيمس محور السينات. يعني إيه بيمس محور السينات؟ يعني بيقطع محور السينات في نقطة واحدة. لو هو قطع محور السينات في نقطة واحدة يبقى الكلام ده معناه بيمس محور السينات. طيب يا حبيب قلبي لو المنحنى بيمس محور السينات يبقى أكيد المميز ب تربيع ناقص 4 أ ج قيمته بصفر. عد تاني كده بدال المنحنى بيمس محور السينات يبقى المميز قيمته هتبقى قيمة تساوي صفر. طب تعالى نكمل. أنا دلوقتي عايز ب تربيع ناقص 4 أ ج في د 3. يعني د 3 يعني هتعوض عن السين ب3 في الدالة. أنا مش معايا أصلا الدالة بتاعتي، الدالة اللي معايا مش موجودة عشان أعوض عن السين. أنا مش معايا قاعدة الدالة. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول أنا مش هقدر أجيب قيمة د 3، مش هقدر أجيبها. طب تعالى نكمل. هو ب تربيع ناقص 4 أ ج عبارة عن إيه؟ عبارة عن صفر. طب ليه قيمتها بصفر؟ عشان المنحنى بيمس محور السينات. هنقول له صفر في د 3. واحد يقول لي أنا لازم أجيب د 3. يا حبيبي بقول لك صفر في د 3. صفر في أي حاجة الإجابة بتاعتي بصفر. التاني كده عايز تقول إيه؟ عايز أقول كلمة د 3 مالهاش لازمة لأن المميز قيمته بصفر. صفر في أي حاجة الإجابة بتاعتنا بصفر. يبقى الإجابة بتاعتنا بصفر اللي هو الاختيار رقم د. تعال المسألة بتاعتنا رقم 25. إذا كان جذر المعادلة تخيلان. كلمة تخيلان يعتبر عددين مركبين وغير حقيقيين. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني المميز عدد سالب. تعال نظبط المعادلة دي ونشتغل إن المميز عدد سالب. أول حاجة س تربيع زي ما هي. طبعا المعادلة دي مفيش فيها س يبقى أكيد معامل السين يساوي صفر. الموجب كاف تروح الناحية التانية سالب كاف. السالب 2 يروح موجب 2. كده يا حبيب قلبي الألف قيمتها برافو، الألف قيمتها ب1. كده برافو الب قيمتها بكام؟ برافو الب قيمتها بصفر. كده الجيم قيمتها بكام؟ برافو سالب كاف زائد 2. كده أنا طلعت الألف طلعت الب طلعت الجيم. بيقول لك الجذرين تخيلين ومختلفين يبقى أكيد الجذرين مركبين وغير حقيقيين. يعني ب تربيع ناقص 4 أ ج عبارة عن عدد سالب. هندسة الب قيمتها بصفر ناقص 4. الألف بواحد. 1 في سالب كاف زائد 2 يبقى الإجابة بتاعتي سالب كاف زائد 2. يبقى نقول له صفر ناقص 4 في أ ج. الألف بواحد الجيم بسالب كاف زائد 2. 1 في سالب كاف زائد 2 يبقى سالب كاف زائد 2. ده كله أصغر من الصفر. سالب 4 في سالب كاف يبقى موجب 4 كاف. سالب 4 في موجب 2 يبقى بسالب 8 أصغر من الصفر. ودي السالب 8 بعكس الإشارة يبقى ال4 كاف أصغر من ال8. هقسم على الأربعة يبقى الكاف أصغر من الاتنين. يا رب تكون الفكرة وصلت. فالإجابة بتاعتي هتمثل الاختيار رقم ب. المسألة بتاعتنا اللي جاية رقم 26. إذا كان جذر المعادلة مركبان وغير حقيقيان. الكلام ده معناه إيه؟ معنى الكلام ده إن المميز بتاعي عبارة عن عدد سالب. يا حبيب قلبي ب تربيع ناقص 4 أ ج عبارة عن عدد سالب. الب اللي هي عبارة عن معامل السين. معامل السين بكاف يبقى كاف تربيع. ربع الكاف تبقى كاف تربيع ناقص 4 أ في ج. الألف بواحد الجيم بكاف تربيع. تمام. 1 في كاف تربيع يبقى الإجابة بتاعتي بكاف تربيع. تمام. بص الألف بواحد. 1 في كاف تربيع بكاف تربيع. هيبقى كاف تربيع ناقص 4 كاف تربيع يديني سالب 3 كاف تربيع أصغر من الصفر. طبعا الكاف تربيع مضروبة في سالب 3 هقسم على سالب 3 هقسم على سالب 3 يطيروا مع بعض. يبقى الكاف تربيع أكبر من الصفر. يا حبيب قلبي دلوقتي أنا هسألك على قيم كاف. إيه هي القيم بتاعت كاف اللي تخلي كاف تربيع أكبر من أو يساوي الصفر؟ هرد وأقول لك كده أي قيمة تنفع. ليه أي قيمة تنفع؟ هقول لك لأن كاف تربيع أي حاجة تربيع عبارة عن قيمة موجبة. وأي قيمة موجبة أكبر من الصفر. فمهما كانت قيمة الكاف 1 سالب 1 2 3 سالب 3 مهما كانت قيمة كاف سواء قيمة موجبة أو قيمة سالبة الناتج بتاعي هيبقى أكبر من الصفر.
لان اي حاجه تربيع اكبر من الصفر. عايز تقول ايه؟ اقول لك ان كاف تنفع كل الاعداد، يعني تنفع كل الاعداد الحقيقيه ما عدا قيمه واحده اللي هي عباره عن الصفر. ليه بقى عباره عن ليه ما عدا الصفر؟ لان لو قلت لك صفر قيمه الكاف بصفر هيبقى صفر تربيع اكبر من الصفر. صفر تربيع بصفر، هل الصفر اكبر من الصفر؟ امتى كنت هقول له ح؟ كنت هقول له ح لو كان في يساوي، بس هنا عشان ما فيش يساوي يبقى الصفر مرفوض. الصفر هيبقى مرفوض. تمام. يبقى قيمة كاف عبارة عن ح فرق الصفر. مهما كانت قيمة كاف، الكاف تربيع هتبقى أكبر من الصفر، لأن أي حاجة تربيع عبارة عن حاجة موجبة، وأي عدد موجب العدد الموجب دايما أكبر من الصفر. السؤال رقم 27. المعادلة س تربيع ناقص 3 س زائد ك تساوي صفر. الجذران غير متساويان. لو الجذرين متساويين المميز قيمته تبقى بصفر. طب لو الجذرين غير متساويين، ب تربيع ناقص 4 أ ج. لو هما متساويين هيساوي صفر، بس عشان كلمة غير متساويين يبقى المميز مش هيساوي صفر. تمام. طب هندسة، هي البي قيمتها بكام؟ البي عبارة عن معامل السين، معامل السين بسالب 3 ربع السالب 3 9 ناقص 4 أ ج لا يساوي صفر. الألف بواحد، الألف بواحد، الجيم بكاف، واحد في كاف، الإجابة بتاعتي بكاف. يبقى 9 ناقص 4 كاف لا يساوي صفر. ودي السالب 4 كاف بعكس الإشارة، يبقى التسعة لا تساوي 4 كاف. هقسم على الأربعة، هقسم على الأربعة، يبقى الكاف لا تساوي 9 على الأربعة، اللي هو الاختيار رقم كام؟ ج. مسألة جامدة جدا 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 جدا. المسألة بتاعتنا رقم 28. المعادلة ليس لها جذور حقيقية. بدل ليس لها جذور حقيقية يبقى المميز بتاعي عبارة عن عدد سالب. عيد تاني كده، ليس لها جذور حقيقية يبقى المميز عبارة عن عدد سالب، يعني الجذرين مركبين وغير حقيقيين. ايوه، هنعمل ايه؟ اول حاجه تعالى نقول له الالف قيمتها يا هندسه بواحد، البي قيمتها يا هندسه بسالب 2 م ناقص 1. سالب افتح قوس 2 م ناقص 1. الجيم يا هندسه قيمتها بم تربيع. بدل المميز اصغر من الصفر يبقى نقول له كده ب تربيع ناقص 4 أ ج اصغر من الصفر. يا حبيب قلبي ابدا عوض. البي قيمتها بسالب 2 م ناقص 1. طبعا ما تنساش تربع، يبقى الكل تربيع. كده انا عوضت عن الب. ناقص 4 الالف في الجيم يا حبيب قلبي. الالف واحد، الجيم بميم تربيع، واحد في ميم تربيع، يبقى الاجابه بتاعتي بميم تربيع. يلا يا باشا كده. اول حاجه التربيع يطير السالب. تعالى كمل، فك الكوس ده، ربع الاتنين ميم يبقى 4 ميم تربيع، الاشاره تنزل 2 ميم في 1 ب 2 ميم في 2 يبقى 4 ميم، بفك الكوس. ربع السالب 1 يبقى موجب 1. مربع الاول اول في الثاني في 2 مربع الثاني. بعد كده سالب 4 في م تربيع يبقى سالب 4 م تربيع اصغر من الصفر. ده بالموجب وده بالسالب يطيروا مع بعض، يفضل السالب 4 م زائد 1 اصغر من الصفر. ودي الواحد بعكس الاشاره يبقى السالب 4 م اصغر من السالب 1. طبعا الميم مضروبه في سالب 4 هقسم على سالب 4 هقسم على سالب 4 يبقى ميم. برافو عليك، شطور، ممتاز، امور. تقسم على عدد سالب علامه التباين تتغير، علامه اصغر تبقى اكبر، والسالب يطير مع السالب يفضل كام؟ ربع. ميم اكبر من ربع. هندسه ميم اكبر من ربع، هختار اي عدد اكبر من ربع. او هو مش عايز قيمه، هو بيقول لك مش اختار اعداد، هو بيقول لك اكتبها على شكل فتره. اول ما تشوف يا باشمهندس علامه اكبر يبقى انت دلوقتي هتبدا تكتب العدد، بعد كده الما لا نهايه. مفيش يساوي يبقى العدد مفتوح، وطول عمر الما لا نهايه مفتوحه. فيبقى الميم لو هكتبها على شكل فتره يبقى فتره مفتوحه من الربع للما لا نهايه، من ربع الما لا نهايه اللي هو الاختيار رقم أ. تعالى بقى في المساله بتاعتنا رقم 29. جذر المعادله س تربيع زائد ك يساوي صفر حيث ك اكبر من الصفر. اول حاجه انت بتقول ايه؟ س تربيع زائد ك اكبر من س تربيع زائد ك يساوي صفر حيث ك اكبر من الصفر. يا حبيب قلبي، ممكن احل المساله دي بمجرد النظر، وانا هحلها بمجرد النظر حرفيا. بمعنى س تربيع ده اي حاجه تربيع ممكن تبقى موجب وممكن تبقى بصفر. ممكن س تربيع دي قيمتها تبقى قيمه موجبه او تساوي صفر. هفترض ان هي قيمه موجبه. طيب ما هو لسه قايل لي ان الكاف عباره عن اكبر من الصفر، يعني قيمه موجبه. المفروض قيمه موجبه زائد قيمه موجبه يديني قيمه موجبه. ده بيقول لك ان الناتج طلع صفر.
هل ينفع قيمه موجبه زي قيمه موجبه يديك صفر؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان المعادله دي ليس لها حلول. الطبيعي والمنطقي جدا لما تجمع عدد موجب مع عدد موجب الاجابه بتاعتي يديني عدد موجب، مش هيديني صفر. طب لو هو اداني صفر يبقى استنتج ان المعادله دي معادله غلط، فيها حاجه غلط، المعادله دي غير قابله للحل، يعني المعادله دي ليس لها جذور حقيقيه. وبدل ليس لها جذور حقيقيه يبقى الجذران مركبان وغير حقيقيان، اللي هو الاختيار رقم الف، اللي هو الاختيار رقم الف. تمام. انا افترضت ان قيمه س عباره عن قيمه موجبه. في ناس تانية ممكن تفترض ان قيمه السين بصفر. طيب ما هو صفر زائد قيمه موجبه المفروض يديني قيمه موجبه، هو هنا مديني صفر، فالكلام ده برضو ايه؟ غلط. يبقى المعادله دي غير قابله للتحليل. تمام. يبقى الجذران هنا مركبان ومترافقان وغير حقيقيان. السؤال رقم 30، المعادله دي لها جذور. طبعا الفكره دي نفس الفكره اللي فاتت بالظبط. ده عباره عن تربيع، لسه قال لك يا باشمهندس اي حاجه تربيع عباره عن قيمه موجبه او صفر. هفترض ان القيمه بتاعت القوس ده قيمه موجبه، وهفترض ان القوس ده عباره عن قيمه موجبه برضو. فالمفروض لما اجمع عدد موجب زائد عدد موجب يديني عدد موجب مش يديني صفر. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان المعادله دي فيها حاجه غلط، فالمعادله غير قابله للحل. بدل المعادله غير قابله للحل يعني المعادله ملهاش جذور حقيقيه، يعني جذور المعادله دي مركبان وغير حقيقيان، اللي هو الاختيار رقم د. المفروض قيمه موجبه زائد قيمه موجبه يديني يا هندسه، يديني قيمه موجبه ما يدينيش صفر. تمام. فيبقى الاجابه بتاعتنا بتمثل اختيار رقم د. ممكن بقى تعمل حركه ذكيه ان انت تفك القوس الاول وتفك القوس الثاني، تفك القوس الاول وتفك القوس الثاني، وبعد كده تجمع المعادلتين مع بعض، تجمع بقى ناتج فك القوس الاول مع ناتج فك القوس الثاني، وبعد كده بقى تطلع الالف والب والجيم وتبدا تجيب المميز، وهتلاقي قيمه المميز قيمه سالبه. انا كده حليت المساله دي بمجرد النظر. واحد يقول لي يا هندسه انت قلت ان القوس ده ممكن يبقى قيمه موجبه وممكن يبقى بصفر. طب ما هو ممكن ده يبقى بصفر وممكن ده يبقى بصفر. هقول لك يا حبيب قلبي مستحيل الاتنين يكونوا بصفر مع بعض. ليه؟ لان القوس ده عشان يكون بصفر لازم الس تكون قيمتها بتلاتة. فلو الس بتلاتة، 3 ناقص 3 اداني صفر. طيب 3 ناقص 4 اداني سالب 1. فهل ده بصفر؟ لا ده مش بصفر. فده بصفر، فده مستحيل يبقى بصفر. والعكس صحيح، يعني عشان القوس ده لو انا افترضت ان هو بصفر، فعشان القوس ده يكون بصفر لازم تكون قيمه الس ب4. طب تعالى نعوض هنا عن الس ب4. 4 ناقص 3 1. ده لما يكون بصفر. هل ده بصفر؟ لا، لما يكون ده بصفر ده بيكون بواحد. فمستحيل القوسين يكونوا الاتنين مع بعض في نفس الوقت قيمه الاول بصفر وقيمه الثاني بصفر. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الاول ممكن يبقى موجب والثاني يبقى بصفر، فالاجابه بتاعتي بموجب. الاول ممكن يبقى ايه؟ الاول ممكن يبقى بصفر والثاني يبقى موجب، فالاجابه بتاعتي موجب. ممكن الاول موجب فالثاني برضو يبقى موجب، فالاجابه بتاعتي بالموجب. انما مستحيل الاول يبقى بصفر والثاني يبقى بصفر، فصفر زائد صفر يديني صفر. فكده الكلام ده مظبوط، صفر زائد صفر يديني صفر. الكلام ده معناه ان المعادله تتحل. بس يا حبيب قلبي مستحيل القوس الاول يبقى بصفر والقوس الثاني يبقى بصفر، ده مستحيل يحصل. تمام. ماشي. بص لو انت تهت او اتلخبطت او مش فاهم الطريقه دي، فك القوس الاول وفك القوس الثاني وابدا اشتغل، جيب المميز هتلاقي المميز طلع بقيمه سالبه. تعال للسؤال رقم 31. جذر المعادله الاتيه بيقول لك ايه؟ معايا هنا معايا دي المعادله بتاعتي. بيقول لك ان الالف عباره عن عدد حقيقي ما يساويش صفر. اول حاجه يا حبيب قلبي تعال نحدد بين الالف. الالف هنا قيمته معامل الس تربيع اللي هو عباره عن الف تربيع زائد 1. هندسه الب قيمتها هنا اوعى تقول ب 2 الف اس 3، لا سالب 2 الف اس 3. الجيم قيمتها هنا عباره عن الف اس 4. تعال نجيب بقى المميز عشان ابين نوع الجذور. هقول له ب تربيع ناقص 4 الف ج. تعال نعوض. هندسه الب قيمتها عباره عن سالب 2 الف اس 3 الكل تربيع. انا كده عوضت عن الب وبعد كده هربع الب ناقص 4. الالف قيمتها عباره عن الف تربيع زائد 1. الجيم قيمتها عباره عن الف اس 4. تعالى كمل معايا يا باشمهندس. عيد تاني. عوضت عن الب، عوضت عن الالف، عوضت عن الجيم. تعالى كمل.
ربع السالب 2 الإجابة بتاعتي ب4. ربع أ أس 3 أس مرفوع الأس بنضرب الأسس. أ أس 3 تربيع الإجابة بتاعتي أ أس 6. كمل بقى معايا. طبعا بدل ما الأربعة أ تربيع في الآخر ممكن نحطها في الأول هنا. تمام. سالب 4 أ أس سالب 4 أ أس 4 هضربها في أ أس 2 هيديني سالب 4 أ. هنا أس 4 وهنا الأس 2 4 و2 6. طيب سالب 4 أ أس 4 اضربها في موجب 1 يديني سالب 4 أ أس 4. ده بالموجب وده بالسالب ده بالسالب وده بالموجب يطيروا مع بعض. يبقى الإجابة بتاعتي طلعت سالب 4 أ أس 4. قال لا العدد ده قيمة سالبة والعدد ده قيمة موجبة. صح؟ قيمة سالبة أو العدد أي حاجة أس 4. أي حاجة أسها زوجي ممكن تبقى حاجتين. ممكن تبقى قيمة موجبة وممكن تبقى بصفر. بس هو شرط عليا قال لي إن الألف تنفع بأي رقم مع عدد صفر. ففكرة إن العدد ده يكون بيساوي صفر غلط. العدد ده قيمة موجبة. تمام. الصفر مرفوض. فده الصفر مرفوض يبقى أ أس 4 قيمة موجبة. فدلوقتي أنا هضرب السالب في الموجب يبقى الإجابة بتاعتي بالسالب. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن الناتج المميز طلع قيمة سالبة وبدل قيمة المميز قيمة سالبة يبقى الجذران مركبان وغير حقيقيان. عيد تاني كده، الجذران مركبان وغير حقيقيان. تعال نكمل مع بعض كده في السؤال رقم 32. بيقول لك عايزين نبين نوع جذور المعادلة الآتية. أ ناقص ب في س تربيع ناقص 5 أ زائد ب س ناقص 2 في أ ناقص ب. طبعا المعادلة دي عايزين نبين نوع جذور. عشان ابين نوع جذور أول حاجة يا حبيب قلبي لازم أحدد الألف. الألف قيمته أ ناقص ب. الب قيمتها عبارة عن سالب 5 في أ زائد ب. الجيم قيمتها عبارة عن إيه؟ عبارة عن سالب 2 في أ ناقص ب. كده أنا طلعت الألف والب والجيم. تعال نجيب المميز اللي هو عبارة عن ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب قيمتها بسالب 5 في أ زائد ب. ما تنساش تربع الب. تمام. ناقص 4 الألف قيمتها عبارة عن أ ناقص ب. الجيم قيمتها عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن سالب 2 في أ ناقص ب. أحط هنا يا باشمهندس مضروبة في سالب 2 في أ ناقص ب. تعالى كمل معايا. أول حاجة يا حبيب قلبي لما تربع السالب 5 يديني 25. ربع القوس ده يبقى أ زائد ب الكل تربيع. أنا عندي هنا سالب 4 وهنا سالب 2 لو ضربتهم في بعض يديني موجب كام؟ موجب 8. أما لو ضربت أ ناقص ب في أ ناقص ب هيديني أ ناقص ب الكل تربيع. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن أي حاجة تربيع عبارة عن إيه؟ أي حاجة تربيع يا باشمهندس بص كده صلي على حبيبك النبي. أنا قال لك هنا إن أ لا يساوي الصفر. معنى إن الألف لا يساوي الصفر معنى الكلام ده إن قيمة الألف مختلفة عن قيمة الب. فمستحيل القوس ده يبقى بصفر. القوس ده مستحيل يبقى بصفر. القوس ده مستحيل يبقى بصفر. على فكرة القوس ده ينفع قيمتين، ينفع يبقى موجب وينفع يبقى بصفر. ما ينفعش يبقى بصفر. ليه بقى ما ينفعش يبقى بصفر؟ لو هو بصفر أكيد الألف بيساوي الب. إمتى ناتج الطرح يبقى بصفر؟ لو كانت القيمة الأولى قد القيمة الثانية. هو قال لك إن القيمة الأولى لا تساوي القيمة الثانية. فمستحيل القوس ده يبقى قيمته بصفر. فالقوس ده عبارة عن ايه؟ فالقوس ده عبارة عن قيمة موجبة. موجب بص كده ال8. بص القوس ده عبارة عن قيمة موجبة والقوس ده برضو عبارة عن قيمة موجبة او ينفع الصفر عادي. تمام. فبعد اذن حضرتك يا باشمهندس هفترض ان القوس ده قيمة موجبة والقوس ده قيمة موجبة. فقيمة موجبة زائد قيمة موجبة الإجابة بتاعتي تبقى عبارة عن إيه؟ أكيد طبعا عبارة عن قيمة موجبة. ده عدد موجب. على فكرة عدد موجب في 25 يبقى الإجابة بتاعتي عدد موجب. عدد موجب في 8 يبقى برضو الإجابة بتاعتي عبارة عن عدد موجب. فعدد موجب زائد عدد موجب يبقى الإجابة بتاعتي بموجب. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن المميز قيمة موجبة فيبقى الجذران مالهم يا باشمهندس؟ حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان اللي هو الاختيار رقم كام؟ يبقى احنا قلنا كده الجذرين بتوعنا حقيقيان مختلفين. وكلمة حقيقيان مختلفين يعني حقيقيين وغير متساويين. طبعا الإجابة بتاعتنا تمثل اختيار رقم ج. السؤال رقم 33 عدد الحلول المختلفة للمعادلة الآتية. طبعا معنى ان انت بتقول عدد الحلول عشان اقدر احدد عدد الحلول لازم اعرف اول حاجة نوع الجذور. فاول حاجة دلوقتي يا باشمهندس تعالى نظبط المعادلة اللي معايا.
المعادله دي لازم تكون متصفره، فانا هعمل ايه؟ هضرب السين في السين تبقى س تربيع، السين في سالب الف تبقى سالب الف س، دخل الالف تربيع بعكس الاشاره يبقى سالب الف تربيع. كده بقى اقدر احدد الالف قيمته هنا بواحد، الب قيمتها هنا بسالب الف، الجيم قيمتها هنا بسالب الف تربيع. فانا كده معايا الالف والب والجيم، ابدا بقى اجيب المميز، هقول له كده ب تربيع ناقص 4 الف ج. الب قيمتها بسالب الف، ربع السالب الف تبقى الف تربيع ناقص 4 الف في الج. الالف بواحد، الجيم بسالب الف تربيع، واحد في سالب الف تربيع يبقى سالب الف تربيع. فكده الف تربيع زي ما هي، سالب 4 في سالب الف تربيع يبقى موجب 4 الف تربيع. الف تربيع و4 الف تربيع يبقى 5 الف تربيع. الخمسة ده بيمثل عدد موجب، عبارة عن عدد موجب، والالف تربيع عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ عبارة عن اي حاجة تربيع تنفع تبقى موجب وتنفع تبقى صفر، بس هو قال لي ان الالف تنفع كل الاعداد ما عدا الصفر، يعني الصفر مرفوض. يعني الالف دلوقتي قيمة موجبة، فنقول له موجب في موجب، الاجابة بتاعتي بموجب، يعني المميز عبارة عن قيمة موجبة. بدل المميز قيمة موجبة يبقى الجذران حقيقيان مختلفان، عدتني كده، يبقى الجذران حقيقيان مختلفان. وبدل الجذرين حقيقيان مختلفان يعني في جذر اول وفي جذر تاني، والجذر الاول مختلف عن الجذر التاني، يعني في كام جذر؟ يعني في جذرين. يبقى الاجابه بتاعتي بتمثل اختيار رقم ب، في جذرين حقيقيين مختلفين، جذرين حقيقيين مختلفين، فيبقى كام حل؟ حلين. المسألة بتاعتنا اللي جاية، السؤال 34، إذا كان ألف والب والجيم أعداد نسبية وقال لك إن الألف ما ينفعش يساوي صفر. طبعا أي طالب شاطر، أي طالب ممتاز يقول لي طبعا إحنا عارفين ليه الألف ما ينفعش يساوي صفر، لأن الألف معامل السين تربيع، قلنا قبل كده ما ينفعش معامل سين تربيع يساوي صفر. وكان الجذران نسبيان، إيه ده اللي حضرتك بتقول ده؟ ده لو الجذرين نسبيين يبقى في شرطين، المعاملات بتكون اعداد نسبيه، وهو قال لي ان المعاملات اعداد نسبيه، والمميز بيكون مربع كامل. طبعا لازم يكون المميز مربع كامل، مربع كامل، اللي هو الاختيار رقم كام؟ اللي هو الاختيار رقم ج. تعال المساله بتاعتنا رقم 35. مساله 35 بتقول معانا معادله تربيعيه جذريها الجذر الاول لام والجذر الثاني لام. لام ده عباره عن عدد حقيقي، ده الجذر الاول عدد حقيقي، والجذر الثاني عدد حقيقي، والجذر الاول هو الجذر الثاني، الاول بلام والثاني بلام، يعني الجذران حقيقيان متساويان. وبدل الجذران حقيقيان متساويان يبقى الب تربيع ناقص الاربعة الف ج هيساوي صفر، صح؟ الجذرين حقيقيان متساويان، وبدل الجذران حقيقيان متساويان يبقى المميز قيمته بصفر، فيبقى ب تربيع بيساوي 4 أ ج. بعد إذن حضرتك أنا وصلت إن ب تربيع بيساوي 4 أ ج. هل أنا وصلت إن الألف بيساوي الجيم؟ غلط. هل أنا وصلت إن الجيم بيساوي اللام؟ غلط. هل أنا وصلت إن ب يساوي صفر؟ لا، غلط. طب بص بقى، ب تربيع على 4 أ ج بيساوي 1، هل الكلام ده مظبوط؟ طب هو قسم ب تربيع على 4 أ ج، طب ما تيجي نقسم كده الب تربيع على 4 أ ج. هقسم هنا على 4 أ ج وهقسم هنا على 4 أ ج. فده على ده يفضل ب تربيع على 4 أ ج. ده على ده يبقى الإجابة بتاعتي بكام؟ بواحد. واحد يقول لي ما فهمتش. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا فوق ما تتخيل. بص يا باشا، بدل الجذران حقيقيان متساويان يبقى المميز قيمته تساوي صفر، يعني الب تربيع ناقص 4 أ ج قيمته هتبقى بصفر. ودي ده بعكس الإشارة يبقى الب تربيع بيساوي 4 أ ج. فكده الب تربيع هي الاربعة أ ج، الب تربيع هي الاربعة أ ج. فانا لو قسمت الب تربيع على الاربعة أ ج، ما هو البسط زي المقام، يبقى اكيد ناتج القسمة بتاعي هيساوي 1 اللي هو الاختيار رقم د. المسألة بتاعتنا رقم 36، اذا كان جذر المعادلة الآتية دي حقيقيان متساويان. تعال نشتغل على المعادلة الأولى، بيقول لي إن الجذرين حقيقيين متساويين. بدل الجذرين حقيقيين متساويين يبقى المميز قيمته بصفر، يبقى نقول له ب تربيع ناقص 4 أ ج قيمته تساوي صفر. الب معامل السين بب، الألف معامل السين تربيع بألف، الجيم الحد المطلق بج. ممكن أودي بعكس الإشارة يبقى الب تربيع يساوي 4 أ ج. خلي بالك من المعلومة دي هستخدمها دلوقتي. قال لي ان المعادله دي جذريها حقيقيان متساويان يبقى المميز قيمته بصفر. وديت السالب 4 أ ج بعكس الاشاره. تعال نكمل.
فإن جذر المعادلة الآتية يكونان. أول حاجة يا حبيب قلبي تعال نحدد هنا الألف، هنا الألف بألف، وهنا الب بب، وهنا الجيم اوعى تقول بجيم، لا جيم زائد واحد. فتعال نجيب بقى المميز، هقول له ب تربيع ناقص 4 ألف ج. عشان أبين نوع الجذور لازم يكون معايا لازم يكون معايا المميز. عوض عن الب عبارة عن ب ناقص 4، الألف عبارة عن ألف. طيب الجيم عبارة عن إيه؟ الجيم عبارة عن جيم زائد واحد. يبقى الب تربيع زي ما هي. بعد كده كمل ناقص 4 ألف ج. اضرب السالب 4 ألف في ج يبقى سالب 4 ألف ج. اضرب السالب 4 ألف في الموجب واحد يديني سالب 4 ألف. تمام؟ تمام. لسه قايل لك من شوية إن الب تربيع هي 4 ألف ج. الب تربيع هي 4 ألف ج، أو ممكن نقولها بطريقة تانية إن الب تربيع ناقص 4 ألف ج قيمتها بصفر. واحد يقول لي مش فاهم. يا حبيب قلبي موضوع سهل وبسيط جدا. هنا احنا طلعنا إن الب تربيع ناقص 4 ألف ج قيمتها بصفر. ممكن أشيل ده كده وأحط مكانه صفر. صفر ناقص 4 ألف. طب تعالى نطلع الإجابة. الصفر ملوش لازمة، فاضل معايا سالب 4 ألف. السالب 4 عبارة عن عدد سالب. الألف عبارة عن عدد إيه؟ بص فوق كده قال لك الألف عبارة عن أكبر من الصفر، يعني الألف قيمة موجبة. فكده السالب 4 ألف، السالب 4 عبارة عن عدد سالب، أما الألف عبارة عن عدد موجب. فطبعا سالب في موجب الإجابة بتاعته تساوي سالب. يعني المميز طلع عدد سالب، بدل المميز طلع عدد سالب يبقى مركبان وغير حقيقيان. تعال المسألة بتاعتنا رقم 37. قيم ج الصحيحة التي تجعل المعادلة جذران حقيقيان مختلفان وللمعادلة جذران مركبان وغير حقيقيان. أول حاجة يا حبيب قلبي تعال نشتغل على المعادلة الأولى. قال لك إن المعادلة الأولى حقيقيان مختلفان، يبقى المميز ب تربيع ناقص 4 ألف ج أكبر من الصفر. الب اللي هو معامل السين ب3 يبقى ب9، ربع التلاتة 9 ناقص 4 ألف ج. هندسة الألف بواحد، الجيم بكام؟ بج. واحد في ج الإجابة بتاعتي بج. يبقى 9 ناقص 4 ج أكبر من الصفر. أعمل إيه بقى؟ هنودي 9 بعكس الإشارة يبقى سالب 4 ج أكبر من سالب 9. هقسم على سالب 4، هقسم على سالب 4. قلنا لما نقسم على عدد سالب علامة التباين بتتغير، ده يطير مع ده. يبقى سالب 9 على سالب 4 يديك تقريبا 2 وربع. يبقى الجيم أصغر من الاتنين وربع. الجيم أصغر من الاتنين وربع. لو عملنا 9 على 4 نقول له كده 9 على 4 الإجابة بتاعتي تديني 2 وربع. ماشي. تعال نشتغل هنا. بيقول لك جذر المعادلة مركبان وغير حقيقيان، يبقى المميز عبارة عن عدد سالب يعني أصغر من الصفر. البيع عبارة عن معامل السين، معامل السين هنا ب3، 3 تربيع ب9 ناقص 4. الألف في الجيم. هندسة الألف معامل السين تربيع بواحد. ماشي. اضرب الواحد في الحد المطلق اللي هو بقى عبارة عن ج، لا الحد المطلق هنا عبارة عن ج زائد 2. واحد في ج زائد 2 يبقى ج زائد 2. أنا كده ضربت الألف في الجيم. يبقى نكمل مع بعض. 9 ناقص 4 في ج سالب 4 في ج بسالب 4 ج. سالب 4 في موجب 2 بسالب 8 أصغر من الصفر. طبعا السالب 4 ج زي ما هي. 9 ناقص 8 الإجابة بتاعتي بواحد أصغر من الصفر. ود بعكس الإشارة هيبقى السالب 4 ج أصغر من السالب 1. هقسم على سالب 4، هقسم على سالب 4. قسمت على عدد سالب يا حبيب قلبي، علامة أصغر تبقى علامة أكبر، ده يطير مع ده يبقى ج. سالب 4 سالب 1 على سالب 4 يبقى الإجابة بتاعتي ربع، لأن السالب هيطير مع السالب. هختار العدد اللي أكبر من الربع وأصغر من 2 وربع. طبعا بدل العدد اللي معاك أكبر من الربع وأصغر من 2 وربع يبقى أي عدد سالب هيترفض. القيمة دي سالبة والقيمة دي سالبة، مرفوضين. هختار عددين أو هختار الأعداد اللي محصورة بين 2 وربع والربع. طبعا بدل هنا في 3 غلط. ج احنا طلعنا، بص كده طلعنا إن ج أكبر من الربع وأقل من 2 وربع. طب تعالى نشوف الاختيار التاني. هل الاتنين أكبر من الربع وأقل من 2 وربع؟ طيب هل الواحد أكبر من الربع وأقل من 2 وربع؟ يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي بتمثل اختيار رقم ب. تعالى المسألة بتاعتنا رقم 32. أول حاجة يا حبيب قلبي تعالى نبص كده على الاختيارات.
تعال نبص على السؤال. جذر المعادله دي، المعادله بتاعتي يكونان حقيقيين نسبيين، غير حقيقيين، حقيقيين متساويين، حقيقيين وغير نسبيين. اول حاجه الالف بكام يا هندسه؟ الالف بواحد، الب بكام؟ سالب 2 جذر 5. الجيم بكام يا باشمهندس؟ الجيم يساوي 1. اول حاجه الواحد عباره عن عدد نسبي. طيب سالب 2 جذر 5 العدد ده عباره عن عدد غير نسبي. طب الجيم بيساوي 1، الواحد ده عباره عن عدد نسبي. هل المعاملات كلها اعداد نسبيه؟ لا، المعاملات اعداد، مش كلها اعداد نسبيه. البيع عباره عن عدد غير نسبي. فبعد اذن حضرتك يا باشمهندس كده، عشان نقول ان الجذران نسبيان ومختلفان غلط، ما ينفعش، لان المعاملات مش كلها اعداد نسبيه. ففكره ان انا اقول حقيقيين نسبيين غلط. تمام. فاضل لي بقى يا اما يكونوا حقيقيين متساويين، يا اما حقيقيين وغير نسبيين. اول حاجه دلوقتي يا باشمهندس تعال نشوف بس المميز. لو انا عشان اختار كلمه حقيقيين لازم يكون المميز بتاعي عباره عن قيمه موجبه او بصفر. فتعال نشوف قيمه المميز. ب تربيع ناقص 4 ا ج. الب قيمتها بكام؟ سالب 2 جذر 5 ربعها تبقى ب 20 ناقص 4 ا ج. 1 في 1 الالف بواحد، الجيم بواحد، 1 في 1 بواحد. 20 ناقص 4 الكلام ده بيساوي 16. يعني المميز طلع قيمة موجبة، يبقى الجذران حقيقيان وفي نفس الوقت غير نسبيان. التاني كده حقيقيان لأن المميز قيمة موجبة. طب ليه غير نسبيين؟ غير نسبيين لأن المعاملات ليست أعداد نسبية، فيبقى الإجابة بتاعتي تمثل اختيار رقم د. المسألة بتاعتنا رقم 39. إذا كان جذر المعادلة حقيقيان مختلفان فإن الب تنتمي. أول حاجة عشان أشتغل على المعادلة دي، هو قال لي إن الجذرين حقيقيين مختلفين، فيبقى أكيد ب تربيع ناقص 4 ا ج أكبر من الصفر. فعشان أطلع الب والألف والجيم لازم المعادلة تكون متصفرة. هل المعادلة دي متصفرة؟ لا. اوعى تقول الألف بواحد والب بسالب 6 والجيم ب9، غلط يا حبيبي. المعادلة دي محتاجة تتظبط. فس تربيع ناقص 6 س، الموجب 9 زي ما هي، موجب ب تدخل سالب ب. كده يا حبيب قلبي الألف قيمتها بواحد، الب قيمتها بسالب 6، الجيم قيمتها ب9 ناقص ب. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. الألف بواحد، الب بسالب 6، أما الحد المطلق كله على بعض ب9 ناقص ب. تعالى بقى نعوض. الب عبارة عن سالب 6، ربع السالب 6 تبقى 36 ناقص 4 ألف في الجيم. هندسة الألف بواحد، 1 في 9 ناقص ب، يبقى الإجابة بتاعتي 9 ناقص ب. يبقى 36 ناقص سالب 4 في 9 بسالب 36، سالب 4 في سالب ب، يبقى الإجابة بتاعتي موجب 4 ب أكبر من الصفر. طبعا 36 وسالب 36 يطيروا مع بعض، يفضل إن الأربعة ب أكبر من الصفر. الب مضروبة في 4 هقسم على 4 هقسم على 4، يبقى الب أكبر من الصفر. إيه ده؟ الب أكبر من الصفر؟ معاك ب أكبر من عدد، يبقى أقول له العدد وبعد كده ما لا نهاية. العدد هيبقى مفتوح عشان مفيش يساوي، أما الما لا نهاية طول عمرها مفتوحة، فكده الب تنتمي لفترة مفتوحة من صفر لما لا نهاية. والحمد لله رب العالمين حلينا الدرس ده يا شباب. طبعا درس كان فيه أفكار كويسة جدا، كان فيه مسائل تشغيل دماغ. أتمنى من كل طلابي حبايبي يقدروا كل التعب والمجهود المبذول. انزل يا حبيب قلبي دوس لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وانتظر حل باقي الدروس. وبس كده خلصت كل اللي انا عايز اقوله. ومع الهندسة حضرات انسى صعوبة الرياضيات، ولايك وشير واشتراكات.